السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني. متنسوش بقى تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد بإذن الله من فيديوهاتي. تعالوا شوفوا بقى هدة الحلو الكركبة وما اقولكوش بقى، والله ما كنتش هصور. شفتوا شلت الشيلات والبطاطين الحفا وخرجته كله في البلكونة وكنت صورت، ولا كنت بدأت التصوير لسه، لان بصراحة من قلة التفاعل ما كنتش عايزة اعمل حاجة. تعالوا شوفوا بقى، هي دي الأوضة اللي خلتني كركبت الشقة كلها عشان اجيب السجادة اللي تحت منها. وانا شلت السجادة، نغسل السجادة النهاردة. طلع عيني والله العظيم. الفيديو ده المفروض كنت منتجته لكم امبارح الحد، بس بصراحة جيت من السوق تعبانة. هوريكم في اخر الفيديو الحاجة اللي انا كنت جايباها من السوق. جيت تعبانة ما كنتش قادرة. المفروض كنت منتجته امبارح ونزلته بالليل. انا اسفة للناس اللي كنت قلت لهم ان انا همنتجه وانزله واتأخرت عليكم. اهو هنا بقى بخرج السفرة. شفتوا السفرة؟ طلع عيني. جود عمالة تنحي فيا، بقول لك ايه، ما تطلبي مني حاجة، تعب. لازم انا اخرجها كلها. ماشي يا ماما، لازم أن تجيبي لي السفرة، السجادة تحت السفرة كلها. ادي مشكلتي اهو. هبط. بقول لكم عاجبكم كده اللي انا فيه ده؟ يرضيكم؟ ولقيت طيارة. حتى اقول لهم لقيت لكم الطيارة اهي. وهنا المشمع اللي بنشر عليه في الأوضة ديت، في عاملة بنشر هناك في المسقط. وده السجاد بديل. فببقى لما كده وموقفاه في جنب السفرة، في جنب في الزاوية عشان ما يبقاش باين. ودول اللي انا طلعتهم برضو، اللي هو كفر الغسالة. ودي كانت ستارة برضو كانت عندي طبعا لما عملت الستاير الجديدة ديت وجددتها وجبت ستاير جديدة فشلتها. دي فيها شنطة فيها أدوية كتير، وشنطة تانية فيها حاجات شغل بتاع جوزي. والصينية طبعا اوديهم فين يا جماعة؟ انا زهقت والله من الحاجات دي. وده لوحين ازاز كده كانوا باقيين من الترابيزة بتاع الانتريه لما كان ازاز اتكسر. اهو بقول لكم تعبت. تعالوا شوفوا اللي انا فيه. انا هكنس السجادة الاول طبعا قبل ما اغسلها. تقول لي هتكنسيها لما انت كده لا، لازم أنا اكنسها وانضفها من على اي تراب، عليها اي حاجة اشيلها الاول، اي حاجة واقعة لازم أنا اعمل كده. اهو هنا بقى اجيب لكم بقى الكاميرا اشوفكم شايفين ولا لا. هي الاوضه دي المفروض ان محدش بيخشها، بس ولادي دخلوها، وبدل عيالي دخلوها لازم انا اغسلها. لان ولادي بصراحه مخليني اليومين اللي فاتوا دول ماسكين الشقه كلها ورق 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 ورق، ما بيخلوش حاجه في مكانها. اه ده بالخروف اللي هناك ده كان فوق النيش، قال لي نزله. اه اعمل ايه بقى؟ هكنس الارض مكان السجاده وهمسحها وارجع تاني ادخل السفرة تاني. اه يعني يا هديتي. اه بدور على مكان احطه فيه. انا خرجت الكراسي مش هقدر اطلع فوق بقى ولسه هجيب السلم من جنب النيش. انا حاطه السلم هنا كده جنب التلاجة وهو والمكنسه. اه مع السلامه. انا جيت. منوريني اخواتي وحبايبي وكل اصحابي. بحبكم والله، وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم بالخير يا رب. ويجعل الايام كلها بتاعت الشهر جميله وخير ودخلت خير عليكم باذن الله. تعالوا بقى اما نعمل التلاجة. اول مره اعمل معاكم التلاجة على فكره.
عرفت طبعا ما بعملش روتين في التلاجة ليه، لان التلاجة اصلا بعيدة عن المطبخ. هذه الشقة ملخبطة. دي لقيت طماطم وليمون وجزر فسبتهم كده في جنب، وهنا بقى بشوف الحاجة اللي لازماني ايه واعينها واسيبها، واللي مش لازمني بخرجه بقى، يعني لو في حاجة بايظة ولا كده اشيلها. طبعا بصوا نص التلاجة دي دواء وعسل، عسل ابيض، برطمانات عسل ابيض. وازايز دواء هتقابلني كتير. ده غير في رف كده انا عاملاه دواء اصلا في الرفوف دي. يعني كنت واخدة دور شهر كامل، ده سبب غياب عنكو اصلا ما بعملش فيديوهات. حتى التيك توك والله ما كنت قاعدة عليه. اهو بقول لكم شوف، ده طبقين كشري مصر لقيتهم، ده العشق بتاعي، احلى اكله بحبها. وطبق بصارة كنز. تعالوا بقى أما نشوف الكنز اللي هنلاقيه في التلاجة دي. يعني حتى بقول لكم والله التيك توك كانت قليل قوي لو فتحت لايف هنا، لغايه ما صاحبتي نسرين حبيبه قلبي هي والله اللي بتشجعني ان انا اروح افتح. اه بشوف بقى الحاجات اللي لازماني ايه، والله انا مببقاش عايزه افتح، بس يعني ايه لازم أنا افتح عشان خاطر نسرين، بحب اقعد معاها وبتوحشني. رأيكوا بقى فرطنا هدة الحال، ده لسه هدة الحال ما جاتش، ده انا لسه كده بروق. لسه هدة الحال بقى وانا بغسل السجاد بحق. في ناس ما تعرفش انا كنت بغسل السجاد فين، ولا ايه اللي انا بعمله اصلا عشان اغسل السجاد. دي جبنه قريش جايباها عشان اعملها في المش، عشان اعمل جبنه مش. اهو دوا دوا اهو، شوفوا بقى عماله برص الدوا في جنبه. الدوا بتاع جودي وبتاع عدي. اهو وعسل، عسل عسل عسل. يعني والله يعني الواحد يعني خلاص. ولقيت فول للتدميس، فول مدمس. ولقيت بلح برضو. ولقيت فول ولقيت بلح، عشان بالليل بلح بلح بلح. اي حاجة من بتاعة رمضان جبتيها عيني على طول، علشان في التلاجة، علشان الحاجة دي ما تبص طول ما انت عينهم في التلاجة كده ما تبص. اه خلصت يعني كده كده نضيفة اصلا منضفاها، بس كنت بروقها بس بالحاجات اللي ايه اللي مش لازمها يعني في التلاجة. او بوريكم حتى التلاجة عامله لها رمضان، رمضان كريم. ودي اوضتي بقى بجيبها كده. هي نضيفة نضيفة وبيضاء مكنسة بس كده. والورقتين دول روشتة بتاعت علاج بتاع جودي، كانت تعبانة ولسه جايبة. لا احنا عيانين يا جماعة، احنا عالم عيان. عيالي يا ده اختي مع العلاج والدواء والحاجات دي، والله هما اللي تعبوني. اه ولا مؤاخذة بقى بقفل في وش كل باب تاني. لازم أنا اجيب من ورا الباب واجيب من كل حتة كده عشان ما يبقاش ايه في اي حاجة ولا تراب ولا كده. مشكلتي في الاسلاك دي، بس المشكلة دي سلك التليفون، وسلك ايه تاني، هو سلك التليفون اللي فات مش لاقيله مكان اداريه بصراحة، احترت في امره. انا كنت بمسح بقى الاوضه كمان اهي، وطبعا مسحت برضو اوضه السفره كلها الارض، عشان هدخل السفره مكانها تاني رجع. بس كنت فصلت بقى بامانه ربنا، ومحتاجه ان انا ما ينفعش افضل بالوضع اللي انا فيه ده، لازما بقى انا انشكح كده وبرطع في الشقه شويه. مش هتشوفوني بعد اللقطه دي على فكره غير في اخر الفيديو. هنا كنت اخدت راحتي بقى، ورجعت طبعا كل حاجه مكانها. اهو كرست ومسحته وفرشت السرير، غيرت الفرش وفرشته. ايوه كده الدنيا راقت. وبقى رحنا للمعركة بقى. اهي دي المعركة الحقيقية، شوفوا المنظر ده كله، اللي على الرخامة فيه حلل مغسولة وهتتعان في قلب البتاع، واللي في الحوض ده كله هيتغسل.
واللي لسه احنا هنقف على كده؟ لا 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 لا، احنا بتوع الكلام ده. احنا اخرنا احنا هنغسل السجاد ونسكت على كده؟ لا، ده احنا نغسل السجاد ونروق المطبخ ونرص الحلل المفركشه والحاجات دي كده كلها. والوعي بقى نبقى نسيبها للاخر. انا صريح هكذب عليكم، معرفش اخبي، سبتها اخر حاجه لان المايه اصلا كانت ضعفت معايا. المايه عماله كانت عماله بتروح وتيجي طول ما انا بغسل السجاد. انا كنت بس بوريكم لقطات كده من غسيل السجاد، لان انتوا عارفين طبعا انا ما ينفعش اوريكم انا بغسل السجاد. طبعا بوريكم، شفتوا البوتاجاز اهو، وادي بقيت السجاد. عرفتوا بقى انا بغسل السجاد فين؟ بخرج البوتاجاز بره في الصاله. شفتوا بقى هدت الحال على حق. عرفتوا انا بتعب قد ايه؟ والله بتعب جامد. وهنا كنت بقى بغسل المكان الحلة، شلت الحلال كده افضل الضلف ضلفة ضلفة كده، وهفرش بقى مفارش تانية غير اللي كانت مفروشة. طبعا ما كانش فيه في الوقت ده مفرش معايا، فلقيت بقى ايه، لفة البقرة دي بتاعت المشمع اللي بنحطه للأكل، جبتها وفرشته. استغلال. صرفي نفسك ودبري نفسك، مش لسه هروح اجيب لفة مش عارفة ايه، مشمع جديد ومش عارفة ايه ومفارش جديدة، لأ. اهو صرفي نفسك على طول. والحتة بقت زي الفل، ونرص الحلل والصواني والوعي تاني مكانها. كده بقى بنظام، كده انا حاسة بنظام. بدأ الجو يهدى. كده انا كنت هنا خلصت اصلا غسيل السجاد كله ونشرته. ماشي. وقلت بقى ايه، مانيش خارجة من المطبخ الا مروق المطبخ، عشان مرجعش اعمل العملة دي تاني واوسخ الارض بتاع المطبخ. لا بالمرة بقى قبل ما اغسل الارض كده بتاع المطبخ كده واروقها، لا، تعالوا بقى اما اعمل المطبخ. هي هدت حيل بهدت حيل بأمانة يعني. هو ما ينفعش الا كده. الضلفتين دول طبعا واقعين، هما اللي عاملين عارفيني في حياتي. عارفين الضلفتين دول هما معمولين بس شوية كده ما يبقى في فلوس. اليوتيوب اللي ما بيجيش منه فلوس، الناس مفكراني بقبض منه. والله يا جماعة بقالي 3 سنين فيه لسه ما قبضتش منه ولا جنيه. اهو. تعالوا بقى شوفوا اخر ضلفة فيها حلل جديدة لسه بكياستها اهيت. والله ما راضية اشيل الاكياس. خليها خليها. بقالي 10 سنين متجوزة ولسه في اكياسهم اهو. ودي حلل كنت استعملتها من نفس الطقم برضو اهوت. حطهم تحت، اللي استعملته بسيبه تحت، اللي لسه استعملتوش هسيبه فوق. وكده الحتة بقت رايقة ونضيفة. ودي كانت زمزمية بتاعت عدي محتفظاله بيها. ننظم كده كل طقم مع بعضه كده. وكانت الأرض كده مساحة وغسلت. طبعا ماركو بعد ما فرشت كمان اللي هو السجاد البديل. وكده هنا برضو كنت لبست الانتريه تاني الكسوة بتاعته، وفرشت الحافظة كده مؤقت اما السجاد يبقى ينشف وارجع افرشه تاني. دايما ممكن افرشه بقى على العيد بقى، اسيبه بقى للعيد نضيف. ايه رأيكم؟ انا مش عارفة لسه افرشه ولا لا. انا كده كده فرشالهم بديل اهو. ايه رأيكم؟ شفتوا غسيلي وحلاوة غسيلي؟ الله. النظافة حلوة برضه والجو رايق وحلو. ايه رأيكم؟ فرشت السراير كمان اهوت. كنت بصراحة طلع عيني في اليوم ده. وفرشت لهم كده الحفا على السراير لانهم كانوا سقعانين وكانوا عايزين يخشوا يناموا شوية، فردتها لهم كده على السرير عشان يخشوا يريحوا. انزل بقى الستارة كده. بصراحة اليوم ده كنت مخلصة قرب المغرب. انا بادئة من الساعة 11 قبل الظهر، مخلصة قرب المغرب اهو. قلت هشغل النور بقى، الإضاءة بتاعة رمضان. كل سنة وانتم طيبين ويجعل أيامكم سعادة وخير يا رب. وهنا بقى كنت تعبت ونسيت ان انا اعمل اكل اصلا، فجبت اطباق الكشري المصري وسخنته وفراخ بانيه جنبها وقعدنا وكلنا.
وجودي بقى اللي كانت لسه بتكمل وبعدين بيتفرجوا على الكرتون اهو. جبت لكم المقطع ده تاني اللي هو بتاع السفرة، اوريها لكم، اوريكم بقى يعني الشكل النهائي كله على بعضه كده. وحشتوني والله، وكان نفسي اعمل لكم فيديوهات من زمان بس كنت تعبانه الفتره اللي فاتت. وده المقطع برضه هو بتاع الزينه بتاعه رمضان في المطبخ. ايه رايكم؟ دي كانت زينه قديمه على فكره. هنا بقى تعالوا بقى، تعالوا ده تاني يوم الصبح. قمت خرجت مع صاحبتي، رنت عليا قالت لي انا رايحه السوق، قلت لها استني خديني معاكي، اوعي تسيبيني. جبت كرومبايه محشي يا محشي، محشي استوى. وده اللي كان بيصورني يا جماعه. وما تاخدوش بالكم الهدوم دي كنت لماها قبل ما اخرج، ساعه ما جات لي المكالمه لميت الهدوم ديت من على الحبل وسبتهم كده في القصع. طبعا ما اوريكم جبت ايه. جبت بصل، وجبت فراوله، وجبت بطاطس. فراوله اهي، والبطاطس حط طبعا على الارض بعيد عن الحفظ، يعني يبقى لسه غاسله السجاد ولسه منشفش والحفظه كانت تبوظ. وجبت خيار وجبت فلفل وشطه اهو اوريكم. لسه هعمل لكم فيديو تاني وانا بحشي المحشي بقى. ماشي، انا جهزت المحشي وانا قاعده بقى بحشيه، هصور لكم. وانا جبت الخضره بتاعه المحشي والبصل، وكنت جايبه توم الصبح وانا بجيب العيش، جودي جابته. ورحت جبت كيلو كبد فراخ اليوم كده، نبقى نعملها برضو فيه جنب شويه مكرونه بطاطس اي حاجه كده. لسه بقى مش عارفه هعمل ايه جنب المحشي والله لغايه دلوقتي. انا بسجل لكم اهو، احنا اول يوم رمضان اهو الصبح بعد ما اتسحرنا، بسجل لكم الفيديو الصبح اهو، ولسه معرفش والله كده الشنطه خلصت. وجبت طماطم، لقيت الطماطم رخيصه جبتها من السوق برضو، في غالي وفي رخيص بس حلو. كل سنه وانتم طيبين، ومتنسوش اللايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم